الفيلم ده غير اي فيلم تاني. الفيلم ده مهم جدا في وقتنا الحالي لانه بيناقش قضية مهمة جدا، وهي قضية الطلاق والاثر السلبي العائد على الاطفال. يلا نحكي الفيلم على السريع. اولا بيبدأ الفيلم مع خالد الرفاعي، بيكون نايم وبيصحى متعصب بسبب صوت البغبغان العالي بتاع مراته، مزعج جدا، بيتخانق مع مراته بسببه. بعدها بنعرف انه محامي، وبنشوف مراته في البازار، بنعرف انها فنانة تشكيلية وبتحب التحف وبتشتري تمثال غالي. بعد ما بتروح بتطلب من خالد فلوس، فخالد بيتعصب عليها وبيكسر لها التمثال، فمراته بتتعصب وبتشارك له ورق القضايا، فهم الاتنين بيتخانقوا وابنهم في النص قاعد زعلان. تاني يوم مراته بتسيب له ابنه عشان يوديه المدرسة، فالاتوبيس بيروح عليهم فبيجروا وراه. وبنشوف بعدها مراته وهي بترسم، بنشوف ابنه في المدرسة هو قاعد في الفصل عمال يشخبط في الكراسة لانه زعلان على باباه ومامته وخايف لانهم يتطلقوا. وبعد ما بيروحوا مراته بتطلب منه الطلاق، بعدها بيتخانقوا. وتاني يوم ابنه بيكون في المدرسة، بس المصيبة انه خرم عجل الاتوبيسات كلهم تحت المدرسة عشان مش عايز يروح ويشوف الخناقة اللي بتحصل كل يوم ما بين باباه ومامته. بعدها بنشوف خالد وهو مع خاله وهم في الكافيه بيحضروا ماتش للزمالك، حلف بالطلاق ان الزمالك هتكسب ولكن هيخسر، بس بنعرف انه متجوز 2، فالطلاق هيحصل على مين فيهم. فمراته الاتنين مبيرضوش يدخلوه وبيكون عايز ينام، ومرات خالد بتزعطه، وخالد وخاله بيناموا في مكتب خالد. تاني يوم خالد بيروح ياخد ابنه من المدرسة، وهم مروحين في طفل صغير بيشحت منهم. وبعدها خالد بيسأله وبيعرف ان اللي وصله للمرحلة دي ان باباه طلق مامته. بعدها خالد بياخد ابنه وبيروح البازار لمراته، وبيتخانق خالد وابنه مع صاحب البازار وبيضربوه. وبالليل خالد بينام وبيحلم ان ابنه هو الشحات، وبيحكم عليه بالاعدام عشان طلق مامته. وتاني يوم خالد بيطلب من المدرسة انه عاوز كل الطلاب اللي باباهم ومامتهم متطلقين وتجمعهم له في فصل، لانه عايز يتكلم معاهم شوية. بيقول لهم اللي حصل ده مش في حقهم، ولازم ياخدوا تعويض، ولازم يرفعوا قضية على باباهم ومامتهم لانهم سبب المشكلة دي. وبياخدهم الشهر العقاري عشان يعملوا توكيل ويعرف يرفع قضية، وبيخلي كل طالب يرفع قضية على باباه ومامته. بعدها بنشوفه وهو بيحل مشكلة خاله عشان يعرف يروح ويعرف مين اللي هتطلق. وبعدها بياخد الأطفال عشان يروح القسم معاه عشان يقابلوا وكيل النيابة. وخالد بيتشهر وبيروح يطلع في التلفزيون بيشرح مفهوم الطلاق وازاي هو رفع القضية، فخالد بيتشهر أكتر وأكتر. وبنشوف مكتبه وهو مزاحم جدا من الأطفال اللي عايزة ترفع قضية على باباها ومامتهم. وخاله تاني يوم بيحاول يحل المشكلة اللي ما بين خالد ومراته، ولكن بتدخل عليهم أم طفل فبتضرب خالد، ولكن الحكومة بتوصل في الوقت المناسب وبتنقذ خالد، ولكن هم عايزينه عشان مطلوب في الاسم وبياخدوه معاهم. بنشوف خالد في الزنزانة وهو مجتمع بالمساجين ويتكلموا عن الطلاق، وخلى كل واحد فيهم يقول لي ازاي باباه ومامته اتطلقوا. وتاني يوم بنعرف ان صاحب البازار يحب مرات خالد ونفسه يتجوزها. وبعدها بنشوف خالد مع وكيل النيابة وبيشرح لهم مفهوم الطلاق وازاي هو عمل كده، فبيقتنع وكيل النيابة فبيخرج خالد من الاسم، وكل الأطفال بيبقوا مستنينه. وبعدها بيروح يترفع في القواضي اللي هو رفعها والأطفال بتشجعه. بعدها بنشوف إن كل الأبهات مجتمعين وعاوزين يخطفوا خالد عشان ما يحضرش القضية، وفي نفس الوقت عايزين المساعد بتاعه هو اللي يترافع عشان يسقط الحكم. بنشوف خالد وهو رايح يصالح مراته، تاني يوم وهو رايح المحكمة بتيجي عربية وبتخطفه، ولكن طفل من الأطفال بيسمع باباه عرف إن خالد اتخطف وبيعرف المكان، وبيجتمعوا الأطفال في المدرسة عشان ينقذوا خالد. فبتيجي فكرة الطفل من الأطفال إنه ياخدوا أتوبيس المدرسة ويروحوا له، فالمهم بيروحوا وبيضربوا العصابة كلها لوحديهم وبينقذوا خالد عشان يروح يترافع في القضية. وبعد ما بينقذوه خالد بيوصل في آخر لحظة ويترافع وبيتكلم على الطلاق بمعنى تاني، بمفهوم جديد، مفهوم مهم، وبيكسب خالد القضية. كل الأطفال بتبقى فرحانة لأن القاضي حكم لهم ب1,000,000 جنيه تعويض، ودي النهاية. وياريت متنسوش الاشتراك.